السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. قبل اماني عايزين ترطيب حلو من غير ما ندفع حاجة. قبل اماني عايزين القاعدة الكريمية. قبل اماني عايزين سكراب حلو. قبل اماني عايزين نعمل كل حاجة من غير ما ندفع فلوس كتير او من غير ما ندفع اي حاجة. النهاردة جايبالك اسبوع هتعملي فيه كل حاجة باقل التكاليف. كل ما هو عندك بقى هتعملي ايه؟ هتجيبي لي مثلا هنقول خمس على قد استخداماتنا اسبوع. يعني نقول مثلا نص كوباية رز. نص كوباية رز. بطاطساية حلوة متوسطة كده. الرز على قد البطاطس. وقطعي البطاطس، اغسلي الرز وقطعي البطاطس مكعبات صغيرة. وسويها انا المفروض نسويها بلبن. عايزة تسويها بمية ماشي، عايزة تسويها بلبن ماشي، وبعد ما تبرد تحطي عليها معلقتين لبن بودرة. تمام كده. او هي برضو بتستوي تحطي عليهم معلقتين لبن بودرة عادي، مفيش مشاكل خالص. تعالي بقى اما اقول لك هنعمل ايه. هتجيبي لي الميه على قد الرز. كل ما تلاقي الرز نشف عايز تزود ميه تزوديه، الرز نشف عايز تزود ميه تزوديه. تمام كده. لحد ما الميه تسوي الرز والبطاطس يبقوا زي المرهم. شفتي المرهم؟ يبقوا زي المرهم بالظبط. في الخلاط، في اي حاجه عندك، تضربي تهرسيهم بالله اي حاجه. وبعدين تصفيهم كويس. تصفيهم كويس جدا بشاشه. وتحطيه، عايزاه يبقى ملمسه مش يعني مش بالبلد كده مش صيص قوي، عايزاه يبقى ماسك نفسه شويه. خلاص. الناس اللي بتقولي اعملي الوصفات عملي. حاضر، بس هظبط لوكيشن عشان اعرف اعمل وصفات عملي. تمام كده. هظبط لوكيشن والله. لان انا بصراحه ما بحبش يعني ادخل الكاميرا المطبخ وكلام من ده. لا بصراحه يعني ممكن اجيب ترابيزه او مكتب او كده واحط عليه الحاجات. انا كنت بصور عملي. هتلاقوا ليا 3 4 قنوات شغالين كده فيهم الحاجات عملي عادي برضو يعني. تمام كده. صفينا وحطينا ده بدل القاعدة الكريمية وبدل الكريم اللي هنشتغل عليه. هنحط ده في التلاجة وكل يوم هناخد منه حاجة. معلقة على قد وشنا. عايزة تعملي جسمك هقولك فيديو تاني بقى. أول يوم هاخد معلقة من الرز والبطاطس اللي أنا صفيتهم وعملتهم زي الكريم. وأحط عليهم نص معلقة كركديه مطحون وأقلبهم كويس جدا جدا. وأفردهم على وشي لحد ما ينشفوا خالص. وبعدين أفرك وأشطف وأرطب. ترطبي لو بشرتك جافة رطبي وعليا بفازلين رش بخي وشك مية ورد. ورطبي بفازلين وعليا. لو بشرتك دهنيه كريمك المرطب وعليه سنه صغيره من الفازلين، لان الفازلين بيرطب حلو جدا جدا. وهي دي الاكذوبه اللي مسمينها الهيالورونيك اسيد، وهكلمكم في فيديو تاني عليه. او ده اول يوم عدى. تاني يوم هتجيبي لي ايه؟ هتجيبي لي معلقه الكريم بقى اللي احنا عاملينها اللي هو الرز والبطاطس. وعليها بياض بيضه واحده. هتخفقي بياض البيض كويس جدا جدا. وتحطوا لي عليه المعلقه اللي هي الرز والبطاطس اللي احنا عاملينه كريم ده. وتفرديه على بشرتك وما تتكلميش لحد ما يفضل شادد بشرتك كده. وبعدين تشطفي وترطبي. حلو كده. تالت يوم كده عدينا يومين، عدوا معايا بقى. تالت يوم هتجيبي لي نفس معلقه الرز وعليها البطاطس بتاعتنا. وتحطي لي عليها معلقتين لبن بودره وثلاث معالق جريسلين وتقلبي كويس جدا جدا. وتحطيه على بشرتك. تمام كده. عايزه اقول لك ان يستخدم للبشره ويستخدم للشعر، وهقول لك ازاي تفردي شعرك تحفه. وتفرديهم على بشرتك لحد برضو ينشفوا خالص. وبعدين تشطفي وترطبي كويس. واعتمدي ترطيب الفازلين. كل وصفاتي بالليل، اوعي تخرجي بوصفات ولا بماسكات ولا بزيوت بالنهار. كده 3 ايام. رابع يوم هتجيبي لي البطاطس والرز اللي احنا جبناهم. وتطحني لي معلقه سمن عربي وتطحني لي معلقه لبان دكر وتحطيهم عليهم وتقلبي كويس جدا جدا. ومعاهم يعني معلقتين زيت جوز الهند وتقلبي كويس جدا جدا. اقسم بالله لا تدعي لي. تحطيهم على بشرتك لحد ما يجف خالص وينشف. وبعد كده تشطفي وترطبي. كده ربع يوم. خامس يوم نفس معلقه الرز وعليها البطاطس وتهرسيهم كويس جدا جدا جدا. وتحطي لي عليها معلقه بن ومعلقه شاي ومعلقه اللهم صل على سيدنا محمد حنه بيضه. وتقلبي كويس جدا. وتسيبيهم لما ينشفوا وتفركي لي دواير دواير دواير. تشطفي بميه بارده 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 بارده. تحطي يا اما تمرري لي مكعب تلج. بعدين تبخي بشرتك ميه ورد. وبعدين تحطي لي الكريم بتاعك او نرطب بطريقتنا العاديه. سادس يوم هتجيبي لي نفس معلقه الرز ونفس معلقه البطاطس الكريم اللي احنا عملناه. تحطي عليها نص معلقه شبه
تقلبي كويس جدا جدا، ومعاها نقطتين يعني نص معلقه زيت جوز الهند، وتقلبي كويس جدا جدا وتحطيه على بشرتك وتفرديهم. وبعد كده تشطفي وترطبي. كده سادس يوم. سابع يوم معلقه الرز ومعلقه البطاطس وتقلبيهم كويس جدا جدا جدا، وتحطي عليهم معلقه زيت خروع، معلقه زيت زيتون، معلقه زيت جوز الهند، وتقلبيهم كويس جدا جدا وتفرديهم على بشرتك، وبعدين تشطفي وبرده ترطبي. وقولي لي بقى ايه كميه الوصفات اللي ببلاش اللي هتخلي بشرتك مرايه. اهم حاجه عندي في اكذوبه اسمها الهيلورونيك اسيد، وهي ما هي الا جريسلين، وتبخي وشك ميه ورد، وتحطي نقطتين جريسلين كل ده بالليل وتفرديه، وتقومي الصبح تدعي لي بس تكوني عامله سكراب حلو قبلهم. تحفه التحفه التحفه. عايزه اقول لك ان في ماسك تاني بحضره مش ممكن تتخيليه، هيجيب معاكي نتيجه حلوه قوي. الوصفات الطبيعيه بالنسبه لي مزاج وعشق. انا واحده من الناس بعشق شغلي والوصفات الطبيعيه. اللي هتلاقيه عندي مش هتلاقيه عند اي حد، غير وصفات اللي هي الميديكال او الوصفات الطبيه، ولازم اكون مجرباها. وبرده ممكن تكون قابلتني على النت، بس لازم استشير دكتورتي حبيبتي صديقتي علشان ما تقعنيش في الغلط. جربي الوصفات دي وقولي لي ايه رايك. وعندي وصفه تانية حلوه قوي 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 هقولها لكم. اعملي سبسكرايب للقناه لو سمحتي علشان يوصلك مني كل جديد، وتابعي الوصفات الطبيعيه احلى مليون مره من الكريمات والميديكال. عايزه اقول لك كمان ان في وصفه حلوه اخيره، وصفه لو ليس باخر. حطي بقى معلقه البطاطس ومعلقه الرز اللي احنا هرسمهم دول، وحطي عليهم معلقتين زيت جوز الهند ومعلقه خميره فوريه ونص معلقه جل صبار، وقلبي كويس جدا جدا جدا. ولو اعتمدت الوصفه دي خدودك هتبقى تفاح. عارفه يعني ايه تفاح؟ ما تجيش ناحيه مناخيرك، اللي شفايفك ولخدودك قمر. وجربي. عايزه سبسكرايب، نفسي القناه تبقى مليون، مش هقول لك بقى 100,000، لا انا عايزاها تبقى مليونين. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.